ترك بصمته في الحرب العالمية الثانية. قتل ضد إسرائيل في أكتوبر من العام 1973. الله، الوطن، الملك شعاره الأبدي، وحماية حدود الوطن هدفه الأكبر. من رمال الصحراء المغربية بدأ مسيرة التطور ليصل لأفضل المراتب في إفريقيا. فن، سياسة، رياضة، أحداث، شخصيات، بورتريهات. الجيش المغربي، أسود الصحراء. في أوائل القرن العشرين كان المغرب يخضع تحت الحماية الفرنسية، وذلك بعدما اجتاح الجيش الفرنسي البلاد عام 1912، ومن ثم تم توقيع معاهدة السلام مع السلطان عبد الحفيظ. ومنذ ذلك الوقت انضم بعض المغاربة للجيش الفرنسي وأسسوا كتائب خاصة بهم داخل الجيش، لكنهم بقوا في الأراضي المغربية حتى اندلعت الحرب العالمية الثانية، وحينها ظهرت قوة المغاربة الحقيقية، حيث استعانت بهم فرنسا ودول الحلفاء للتصدي لدول المحور. وحينها دعا الملك الراحل محمد الخامس الشعب لمؤازرة فرنسا، وذلك لإيمانه بقيم السلم والتحرر وتصديقه الوعود الفرنسية بالانسحاب بعد الحرب. وعلى إثر هذه الدعوة انضم الآلاف من المغاربة لدول الحلفاء، ويقال إن عددهم وصل إلى 85 ألف محارب. كما تحول المغرب لقاعدة استراتيجية للعمليات في البحر المتوسط، وفي ذات الوقت سطر الجنود المغاربة بطولات كبيرة في الأرض الفرنسية، ونجحوا بالوصول لحدود بلجيكا سيرا على الأقدام، لتكتب كل تلك المعارك اللحظات الأولى للجيش الذي سيجوب الصحراء ويكون من أقوى الجيوش في المنطقة. في العام 1956، وبعدما حصل المغرب على استقلاله من فرنسا بعد معاناة طويلة والكثير من الدماء، أعلن عن تأسيس القوات المسلحة الملكية المغربية. ولغياب التنظيم الحقيقي لتلك القوات، تأسس الجيش المغربي في البداية من 14 ألف فرد من المغاربة الذين خدموا في الجيش الفرنسي، ومعهم 5000 مقاتل من جيش التحرير الذي كان رأس الحربة في قتال القوات الأجنبية. وللحفاظ على الوجود الأوروبي، ضم الجيش 10,000 فرد من الجيش الإسباني و2000 من الجيش الفرنسي. ووجود القوات الأجنبية وتحكمها في أبرز النقاط الاستراتيجية في البلاد جعل من الجيش المغربي هش للغاية وغير منظم على الأرض، ليدخل الجنود المغاربة أول حرب منظمة لهم، وكانت حرب إفني أو الحرب المنسية، والتي اندلعت ضد الجيش الإسباني والفرنسي، واستمرت حتى أبريل من العام 1958، حيث هجم الجنود المغاربة مواقع الجيشين في الصحراء الغربية، وخصوصا الإسباني الذي كان يحتل كامل المنطقة. ورغم ضعف الخبرة والتسليح، نجح المغاربة باستعادة الجزء الشمالي من المنطقة، وحصروا القوات الإسبانية في مناطق محدودة، ما أجبرها على الانسحاب من المناطق فيما بعد. ورغم الخسارة العسكرية وعدم تحقيق الأهداف كلها، إلا أن تلك المعارك سجلت في تاريخ الجيش المغربي الذي بدأ من الصفر ونجح بتكبيد الإسبان الكثير من الخسائر. على إثر صراع حدودي شائك نشب بعد استقلال الجزائر، اندلعت في أكتوبر من العام 1963 حرب الرمال بين المغرب والجزائر، وذلك بعد مناوشات حدودية طويلة، ما دفع لفتح حرب قوية في ضواحي منطقة تندوف وحس البيضاء، ثم وصل إلى فيجيك في المغرب. ورغم أن تلك الحروب استمرت لعدة أيام فقط وانتهت بوساطة من الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية، إلا أنها أظهرت قوة الجيش المغربي وتطوره السريع بعد مرور سنوات قليلة من تأسيسه، حيث هجم الجيش الجزائري بقوة، وتركت تلك الحرب خلفها توترا مستمرا حتى اليوم بين الجارين. وفي العام 1973 سجلت مشاركة جديدة بارزة للجيش المغربي، وكانت تلك المرة في حرب أكتوبر ضد إسرائيل، حيث شاركت وحدات من الجيش على جبهة الجولان السوري، كانت عبارة عن لواء مدرع وعلى الجبهة المصرية، ثم الدفع بلواء مشاة. ووصفت القوات المشاركة حينها بالأكثر تطورا، حيث كان أغلبهم خريجون من المدرسة العسكرية المغربية، ما أظهر حجم التطور الذي تعيشه المؤسسة العسكرية ككل. أما الحرب الأبرز فكانت في العام 1975، حيث كانت إسبانيا تضع آخر اللمسات لانسحابها من الصحراء المغربية مع دعمها للمطالبين بالانفصال عن المغرب، وهي المعركة التي شهدت مشاركة 3 ألوية من الجيش الجزائري بجانب البوليساريو. ولم تنتهي تلك الحرب إلا بعد وساطات دولية، واستمر النزاع على الصحراء حتى يومنا هذا،
رغم الاعتراف العالمي الأخير بأحقية المغرب بها. ويضاف لتلك الحروب العديد من المعارك التي شارك فيها الجيش المغربي، كما يعتبر ركنا أساسيا في قوة حفظ السلام حول العالم. وقد سبق أن تواجد في كل من العراق وجمهورية أفريقيا الوسطى للحفاظ على السلم الأهلي ضمن مظلة الأمم المتحدة. تكوين أسود الصحراء. يتكون الجيش الملكي المغربي من 195 ألف مقاتل بمختلف المجالات، مدربين بشكل متقن ومركز، وبالخصوص على مواجهة حرب العصابات والشوارع. ويقسم الجيش إلى قيادتين: الأولى القيادة الشمالية مقرها الرباط، وتتركز مهمتها في تأمين الحدود مع الجزائر والحفاظ على الأمن الداخلي للمنطقة تلك. والثاني القيادة الجنوبية ومقرها أكادير، ويقع على عاتقها مهمة تنظيم القتال ضد البوليساريو مع تأمين الحدود مع موريتانيا. وكل تلك القوات تقع ضمن ألوية وكتائب متنوعة، كما يضم الجيش المغربي مع القوات البرية والقوات الجوية، والتي تم إنشاؤها في العام 1956، ويبلغ عدد العاملين فيها أكثر من 13 ألف عنصر متوزعين في 34 قاعدة جوية بحرية. ومن أحدث الطائرات التي يملكها سلاح الجو هي طائرة ميراج F1 الفرنسية وطائرة F-16 الأمريكية. كما يخطط المغرب حاليا لشراء مجموعة من الطائرات بدون طيار، ولديها مشروعها الخاص لتطوير هذا النوع تحت اسم أمل. ويضاف للجيش القوات البحرية التي أسست عام 1960 على يد محمد الخامس، وتتمحور مهمتها بحماية كافة الحدود البحرية للبلاد. كما يوجد في الجيش اختصاص الدفاع الجوي الذي بدوره يغطي كامل التراب المغربي. ويضاف للجيش العديد من الفرق والقوات مثل قوات الجيش الملكي المغربي والقوات المساعدة والقوات الخاصة، وكلها تخضع تحت إدارة الجيش المغربي. اليوم وعلى ميزان القوى الإفريقية يحتل الجيش المغربي المرتبة الخامسة، وعلى مستوى العالم يقع في المرتبة 53، محرزا تقدما جيدا، ما يؤكد حجم التطور المستمر لجيش أسود الصحراء.